عايزك تركز معايا بقى يا صديقي، لان انا النهارده هعلمك ازاي تظبط الاجهزه بتاعت الشيست كلها. هنبدا اول حاجه بجهاز الديكلاين اللي هو بيجيب الشيست من تحت، وزي ما انت شايف كده لازم الحديده اللي انا مسكت منها دي تكون عند الشيست من تحت خالص، لان انا هبدا ان انا انزل لتحت والعب بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت كده اهو، واحاول ان انا اكون عامل انجل بين ايدي وبين الجذع بتاع جسمي. وتعال نخش على الجهاز التاني اللي هو الفلات، اللي هو زي دوت. المفروض الحديده اللي انا بمسك منها دي تكون بالظبط عند نص الشيست عندي، وابدا العب بالشكل زي ما انتم شايفين كده. ظهري المفروض مرجع دماغي لورا وازقه لقدام من غير ما افرد كوعي للاخر. اما بقى الجهاز الانكلاين اللي هو بيجيب الزاويه العاليه اللي هو زي دوت، المفروض ان الحديده دي تكون عند الشيست العالي، فابدا ان انا اظبط الكرسي بتاعي عند الشيست العالي بالظبط، وابدا امسك وابدا العب واتمرن على طول. وبكده يبقى انت عرفت ازاي تظبط الاجهزه كلها بتاعت الشيست. ولو عندك اي سؤال او استفسار سيبونه في كومنتات، وما تنساش تعمل متابعه، وان شاء الله المحتوى يعجبكم.